عاجل وصادم من قناة إنكسكوبيكس. زلزال كروي حقيقي ضرب القارة الإفريقية هاد النهار. الكاف كتفجرها وكتسحب اللقب رسميا من السنغال، وكتعلن المغرب بطل لكاس إفريقيا بنتيجة 3-0 تطبيقا للمادة 84. فرحة كبيرة صح؟ كاس إفريقيا أخيرا رجعت للمغرب، ولكن هاد الفرحة خلاتنا نوقفوا مع راسنا ونطرحوا سؤال كبير، سؤال كيضر في الخاطر وكيقيس العاطفة ديال كل مغربي. تخيلوا معايا هاد اللحظة، كيفاش غيكون كيحس وليد الركراكي دابا، السيد اللي جاب لنا العز، السيد اللي دار النية وبنى هاد الجيل، السيد اللي تقاتل وتنتقد حتى عيا. فاش جات ديك العطرة وليد تحمل المسؤولية بوحدو، هز دقة، حط سوارت ومشى بحالو في صمت، استقل حيت حس باللي يمكن خيب ظن المغاربة. واليوم سبحان الله الأقدار كتنصفو، والكاس اللي تقاتل عليها ها هي مكتوبة باسم المغرب. دابا من بعد ما شد محمد وهبي قيادة الأسود، كبر واحد الحلم عند الجماهير. تخيلوا معايا كون يرجع وليد الركراكي ويكون معاه محمد وهبي كمساعد ويدي لي من عليه. تخيلوا هاد الثنائي كيفاش غيكون، العاطفة والروح القتالية ديال وليد مع الذكاء التكتيكي ديال وهبي، راه غتكون ضربة معلم وغنردوا الاعتبار المدرب عطانا بزاف. هاد الكاس اللي جاتنا اليوم خلاتنا نراجعوا حساباتنا، وهنا بغيت نفتح معاكم نقاس من القلب. اش بان لكم الخوت؟ واش ظلمنا وليد الركراكي وكنا قاسيين معاه، ولا هو اللي تسرع فاش حط سواريت واستقل؟ واش كتشوفوا باللي خاصو يرجع باش يكمل خدمته؟ خليوا لنا آراءكم في التعاليق، حيت الرأي ديالكم كيهمنا بزاف في هاد اللحظة التاريخية.